أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الدرس على التخزين الديناميكي في الإكسل مع التحليل، يعني كنعملوا واحد ستوك ديناميك أناليتيك. هذا درس رقم واحد. يمكننا كاين بزاف ديال الطريقات باش نعملوا هذه الطريقة هذه من الطريقات اللي كاينين اللي كنقدموهم هنايا في اطار التعريف بالدروس ديال لانفورماتيك بروفيسيونيل. شحال واحد ما كيفرقش ما بين لانفورماتيك بروفيسيونيل، لانفورماتيك بازيك، لانفورماتيك جينيرال، لانفورماتيك بروفيسيونيل ولا لانفورماتيك بيزنس. يعني اذا دخلتوا الموقع ديال مايكروسوفت مثلا غادي تلقاو الناس اللي ديبيوتون، الناس شويه مويان، الناس على حساب المستويات ديالهم. ملي كتدخل الدروس كتلقى تماك انواع ديال الدروس، هما كاملين في لانفورماتيك وانما كيختلفوا على حساب كيفاش كنعملوا الدروس. هنا الدروس لانفورماتيك بروفيسيونيل يعني كنقولوا دروس مهنيه، يعني اللي كتقرا عنا هنايا غتلقاه بحالو في الواقع. هذا هو الفرق. اليوم يمكن اي واحد مثلا اللي غادي نعمل لكم غنقسموا على جوج ديال الدروس ولا جوج ديال الفيديوز، لان باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف ما يتفرج واحد او لا يجيكم الملل بالهضره. اذا اول حاجه غادي نبداو بالتعريف ديال هذا البرنامج هذا او هذا الدرس هذا. شنو الهدف منه؟ هو واحد التخزين. عندك شركه، عندك معمل، عندك محل تجاري، عندك اي حاجه تينا كتشري السلعه او كتشري بعض الحاجات كتبيعهم من بعد. اذا خصك تعرف انت ملي تشري وتبيع ما بقاش تحسب بيدك، يعني تعمل واحد البرنامج هو اللي غيحسب لك شحال شريتي من مره ديك الحاجه والعدد ديال هاد المرات والمجموع ديالها وشحال خرج في هذا الشهر وشحال دخل في هذا الشهر، شحال بعتي في هذا الشهر عفوا وشحال دخلتي في هذا الشهر. وفي نفس الوقت يعطيك السينيال انه اذا قريب مثلا يتسالى لك السلعه يعطيك مثلا باللون، باع السلعه موجوده يعطيها لك الكولور، يحسب لك هو الراس وانت غير سيزي هو كيعمل اوتوماتيك داك الشيء وكيعمل التحليل ديالو وكيدوز داك الشيء للجدول الاخر اللي كيبان فيه التحليل. هاد الدرس هذا فيه ثلاثه ديال الجداول. الجدول الاول في دو في وفي ترو. عندي هنايا ما سميتهمش، عندي هذا هنا ولا اكي ديالنا هذا غير زوقت انا الالوان وهنايا السميه الدرس وهنا الاسم ديالي ومعلومات عليا وبالعربيه وهنا العنوان الدرس. هذه غير التصويره نزلناها. هادو لي بوطون، هاد لي بوطون كاين بزاف ديال الطريقات باش كنعدلوهم. اذا من بعد غنكم كما قلت لكم انا ديفلوبور من بعد نوريها لكم. حتى البوطونيس كاين بزاف ديال الطريقات. كاين لي بوطون دي ماكرو، كاين لي بوطون اللي كيتعدلوا بالفيريه، كاين البوطون اللي كيتعدلوا باللين. اذا هادو عدلتهم هذا بلين بسيطين ماشي شي بوطونيس عفوا. عندنا هنايا هذا الدرس الاول ولا هذا البوطونيس هو هذاك. هاد البوطونيس هادو ما بسيطين. بعد نوريكم بعض الطريقه ديالهم. اي بوطون غادي كما الطريقه ديالو هيدا وهيدا وهيدا كما وعدتكم يا فيديا او ماكرو او لا بالليل. اذا انا ملي كنزل هنا كيقول لي غنمشي للورقه الاولى. هذه فيها السلع اللي كيستعملوا مع هذه الشركه هذه او هذا الشخص هذا اللي عنده هذا المحل هذا ولا اللي عمل هذا البرنامج كيكتبوا من هنا. واي سلعه هذا اذا غتزاد خصها تزاد في هذا الطابلو هذا اوتوماتيك بدون تكرار. يعني في حاله تكررت انا السلعه تلون او لا نعملوا طريقه اخرى انه يمنعني نعاود السلعه. حنا باش نعملوها بطريقه بسيطه نعاود طريقه اخرى. هذا بالنسبه للسلعه اللي كتبيعها. هذه السلعه هذه خصها تدوز الجدول الثاني. الجدول الثاني خصها تبان لي هنا. انا من نفتح هذا البوطون هذا مثلا ودار لي هذه السلعه اللي كنعمر شي حاجه تما تبان لي هنايا. هنا خصني انا من نعمر لاطات. هذا الطابلو هذا شنو فيه الرقم ديال الترتيب التسلسلي او لا دات كيطلع اوتوماتيك كيتعدل. اذا هنا انا ملي كنعمر لاطاش كيتعدل كيتكتب لي الرقم كيخرج منه هذا الشهر هذاك التاريخ هذا كيطلع بالاسم هنايا الاسم د الشهر وكيطلع لي اسم سنه باش نعمل التحليل ديالي من بعد. التحليل كيفاش غادي يكون؟ غيكون التحليل انطلاقا السلعه مثلا نقولوا هاد الدي في دي شحال تشرى من مره والعدد ديال المره المجموع المشتريات ديالنا والعدد المرات اللي شريناه مثلا شحال تذكر من مره. واذا ذكرنا مثلا بحال نقولوا الكلابي شحال ذكرناه من مره اذا خصني يذكر لي ويجمع لي المجموع اللي تشرى. وفي نفس الوقت عاود نفس الطريقه يعملها لي في المبيعات ويعطيني الغيص كاين مخبى عندي هنا. اذا هذاك لان ما غادي نحتاجوش هنا غادي نحتاجو في التحليل لان هنا يعطيني مثل غير الكالكول ديالو باش يبان لي في الموطا اخر لان ماشي منطقي غير ديك الحساب. اذا خصو يخرج في الموطا اخر في التحليل اللي غيكون عندنا في الجدول الثالث. اذا الجدول الثالث هو اللي غيكون فيه التحليل اللي بعت. اذا ماشي يعملوها في الغيص يعمل ديك العمليه الحسابيه اللي عملناها قلت لكم ديك الحاجه اللي ما ظهرتش في ديك الكون اللي كشيتو. اذا يعمل هذا ناقص هذا عطانا هذا شنو عطانا هنايا عطانا اللون الاحمر يعني راحنا في الخطر لاننا برمجته قلت له انه اذا وصلت اقل من 20 سلعه لونا لي بالاحمر واذا كان ما بين 20 و100 لونا لي بالصفر بالجون واذا كان عندنا مثلا فوق 100 لونا لي بالخضر باش كنعرف ان السلعه اللي موجوده والسلعه اللي خصني نجيبها باش ما تسالى ما يبقاش انا حاصر انت عارف قبل ما تسالى. وانا كيعطيني اي سنه دخلت انا لان انا عندي عامين هنايا ها هو هنايا الشهور كذلك ديال
اي شهر مثلا 2023 هو ديزاكتيفا هذا غنتكي عليهم بجوج، ها هما كاملين بهم، ها دخلوا بجوج. اذا مثلا عملوا ماي قال لي في 2023 ما كاينش في ماي، مثلا في شهر 7 شهر 7 هو عفوا هذاك شهر 6 هو عطاني شي حاجه. اذا الى اخر 2023 ولا 2022 هو عطاني المسائل ديالها. عاود نشوف الشهوره كنفتش، بغيت نرجع كلشي للاصل ديالو هيدا، بغيت نفتش بالسلعه كنفتش بالسلعه هنا وكيعطيني التوتال هنا وكيعطيها لي لتحت هو. اذا ممكن انني نخدم هاد لي بوطون، اي سلعه زيدتها الا غادي الدار هنايا واللي ما استعملتوش شي او لا ما هذيك كيعمل لي بهذا اللون هذا هنايا، كيعطيني التحليل السنوي مع بالاشهر ومع اسمات الاسم السلعه. ها جويي، ها فيفغيي، ها افريل، فاين من سنه هادو 2022 ها شني وقع. يعني هنايا 10 ديال لي بيسي بورطابل، هذا المجموع هذه هذا المجموع هادو بجوج فيفغيي هذا افريل ها هما. اشني وقع انا بعت شني بعت الدي في دي 50 حبه ديال الدي في دي. هنا كذلك عم كيعطيني ديال 2023 الشهور اللي خدمت فيهم واش اللي عملت واي حاجه زيدتها الا كتبان عندنا حنا واحد الجرافيك ديناميك مع الطبق خوازي. اذا هذا اي حاجه عمرتها ديك الطابلو الاولاني كتبان لي هنايا بالشهور ديالها بالسنوات ديالها. ممكن نفتش السنه اللي بغيت انا، الشهر اللي بغيت، كيبقى يبدل انطلاقا من هذا الجدول هذا. اذا هذا هو الطابل او لا واحد ستوك اناليتيك اي ديناميك. اذا هنايا هذا هو كما قلت لكم في اول مره انني قسمت هذا الفيديو هذا الى قسمين. الدرس الفيديو الاول هو انني شرحت معنى هذا الدرس هذا. الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون انا موجد له الطابلوس ديالو ها هو باش نشرح لكم كامل. ونتمنى ما يطولش عليا الفيديو لان الشرح فيه طويل شويه، اولا نقسموه على جوج حتى هو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. اذا الى هنا كنقدمكم الشكر ونتمنى يكون هذا الفيديو سادي نال الاعجاب ديالكم وتكونوا عرفتوا ان شنو الفرق بين الانفورماتيك بروفيسيونيل والانفورماتيك بيزنس والانفورماتيك لان باقي ما دارت كلشي الانفورماتيك بيزنس والانفورماتيك بازيك عاديه والانفورماتيك اللي غنقولوا الديفلوبمون او البروغراماسيون وهذه. اذا كل حاجه عندها التخصص ديالها. حنا الهدف ديالنا مع الانفورماتيك بروفيسيونيل هو اننا نعلموا الناس نوريهم الواقع. يعني هو يخدم اي حاجه قراها الا غادي يلقى فيها كاينه على برا في حاله او لا كتشبه لها، ويمكن له يسير راسو سواء في جميع انواع ديال المهن. كنحاولوا جميعا ندخلوا جميع الدروس ديال المهن كامله وان شاء الله توفقوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الفيديو القادم ان شاء الله تتم هذا الدرس هذا.